إعلام السلطة أو المحسوبين على السلطة أو المؤثرين بين المزدوجين يشنون الهجمات على هذه الاعتصامات على أنه فلول. التواقون للحرية، التواقون للكرامة والمدافعون عن الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية والحقوق الوطنية في سوريا لم ينقرضوا، لا على زمن حافظ الأسد ولا على زمن بشار الأسد ولا على زمن أبو محمد الجولاني. تحت رعاية وزير الطبق الكرامي أو وزير الثقافة طبق الكنافي لدمشق، لنا للسوريين جميعا وليست لنظام الجولاني. دمشق للدمشقيين، دمشق للسوريين إلى يوم القيامة. ضيفي اليوم الصحافي والشاعر والروائي هوشانغ أوسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ هوشانغ، شرفتني. أهلا وسهلا. أنا زادني شرف أن أكون ضيفك واستمع لأسئلتك وحاول أجيب عليها، ربما يعني تكون في إفادة للمشاهدين. شكرا لك أستاذ. توجد دعوات لاعتصام غدا في دمشق، وهو امتداد لاحتجاجات يعني صارت بالفترة الأخيرة تملأ البلاد لأسباب متعددة. كيف تقرأ هذا المشهد من قمة الشعبية إلى احتجاجات مستمرة، وكيف تتوقع ردة فعل السلطة على ذلك؟ أولا خليني أحط قمة الشعبية بين قوسين أو مزدوجين، يعني الموضوع مبالغ فيه من قبل سلطة الجولاني. طبعا أنا أصر على كلمة الجولاني لأنه هو لم يتبرأ من الاسم، يعني هو يفتخر بهذا الاسم. موضوع الشعبية والتفويض الشعبي والشرعية الشعبية والشرعية الثورية والتحرير ومن يحرر من يقرر، هذه قصص كلها عبارة عن خرافات ضختها الآلة الإعلامية التي استلمها نظام الجولاني من نظام بشار الأسد. يعني ما كان يقال عن بشار الأسد سابقا يقال أضعاف مضاعفة عن الجولاني حاليا. يعني أنا بإمكاني أقول أنه الجولاني مثلما ورث بشار الأسد الحكم من أبيه، الجولاني ورث الحكم من بشار الأسد عبر تغطية دولية، وبالتالي هاي الشعبية والخزعبلات هاي يعني بحطها بين مزدوجين وتحت الخط أنه مش حقيقة يعني. نعم. لكن عملية السخط الجماهيري من هذه السلطة، سلطة أمر الواقع أو السلطة الانتقالية أو السلطة التي فرضتها التفاهمات الإقليمية والدولية على السوريين. هذا السخط عبر عن نفسه في خلال السنة الماضية أو أكثر، يعني على أكثر من صعيد يعني. وأكثر من مرة جرت نشاطات اعتصامات استهدفها نظام الجولاني عن طريق الشبيحة بشكل مباشر، عن طريق الشبيحة في الإعلام التابع للجولاني أو السوشيال ميديا، الصفحات الذباب الإلكتروني اللي بيشرف عليها أو تشرف عليها وزارة الإعلام التابعة للجولاني. وبالتالي طبيعي أن نرى اعتصامات مناهضة منتقدة تطالب بالإصلاح، تطالب بالحرية، تطالب بالكرامة، لأنه من انتفض أو اعتصم ضد نظام بشار الأسد ليطالب بالحرية والكرامة ولم يجدها في زمن نظام الجولاني، طبيعي أن يبقى مستمر. والإنسان السوري يستحق الكرامة ويستحق الحرية ويستحق وطن محترم ونظام محترم. وبالتالي هذا شيء طبيعي أن نشهد أو أن تشهد سوريا اعتصامات، مش بس في دمشق، في أماكن أخرى على كامل الأراضي السورية، اعتصامات
مناهضة منتقدة ومنددة لنظام الجولاني. هذه الاعتصامات شاهدناها في البلدان الأوروبية أيضا، يعني في تحركات نظام الجولاني وزيارات أحمد الشرع بين المزدوجين أو أبو محمد الجولاني في برلين أو في أمريكا أو في مناطق أخرى من العالم. وبالتالي مثلما الشارع السوري، الواقع السوري منقسم، يعني كان منقسما على زمن النظام السابق وما زال منقسما على في زمن النظام الحالي. هذا الانقسام طبيعي أن يعبر عن نفسه، وسنجد هجوما يعني من اعلام السلطه او المحسوبين على السلطه او المؤثرين بين المزدوجين، يشنون الهجمات على هذه الاعتصامات على انه فلول وايادي خارجيه، ومن نفس القصص اللي كنا بنسمعها على زمن نظام بشار الاسد. يسعفني القول انه واقع الحال في سوريا سياسيا واقتصاديا واعلاميا وخدميا يعني من سيء الى اسوأ. تلك الآمال التي علقنا عليها يعني الكثير فيما يخص بإزاحة نظام البعث ومجيء نظام جديد، يبدو لي أنه المواطن السوري قاب قوسين أو أدنى على الترحم على النظام السابق. يعني امبارح شفت شوية صور لاتحاد الكتاب العرب، وموفق زيدان الإرهابي الكبير ومنظر القاعدة صاير يجلس ويعطي محاضرات في الثقافة. ذلك المشهد وتلك الصور جعلتني أن أترحم على أيام علي عقلة عرسان، يعني لما كان رئيس الاتحاد الكتاب العرب على زمن الأسد الأب والأسد الابن وما تلا ذلك. وبالتالي هنالك بؤس شديد، وهذا البؤس يعبر عن نفسه إعلاميا ثقافيا اقتصاديا. وبالتالي التواقون للحرية، التواقون للكرامة والمدافعون عن الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية والحقوق الوطنية في سوريا لم ينقرضوا، لا على زمن حافظ الأسد ولا على زمن بشار الأسد ولا على زمن أبو محمد الجولاني. هل تتوقع أنه غدا يكون في استخدام للعنف؟ يعني يقال أنه هذا أول اختبار حقيقي، لأنه الدعوات كبيرة والتحريض بالمقابل على هذه الدعوات إعلاميا من قبل المؤثرين كما ذكرت حضرتك يعني فاق الحدود. وكأنه ذكرنا بالتحريض يلي سبق مجازر الساحل ومجازر السويداء، واليوم تحريض جديد على اعتصام سلمي. بصراحة الطبع يغلب الطبع. طبع النظام الجولاني بمنظومته العقائدية السلفية الجهادية هو نظام يعني محرض. الأرضية الأيديولوجية العقائدية التي يستند عليها هذا النظام أرضية محرضة. يعني منظري هذا النظام كانوا سلفيين جهاديين ينتمون إلى يعني منظمات إرهابية، منظمات ارتكبت الإجرام في أماكن متعددة من العالم، مش بس أبو محمد الجولاني وأسعد الشيباني، لا. يعني أنا أتيت على ذكر موفق زيدان وحسن الدغيم وآخرين يعني. وبالتالي طبيعي يعني أن تري غدا أو بعد غد هجوما حتى يعني عنيفا على هذه المظاهرات. وإن وجدت أو يعني أنه هذه المظاهرات يعني مرت هكذا بسلام دون اعتقالات دون قتلى دون جرحى، هذا أيضا يعني ليس نقطة تسجل لصالح النظام الجولاني.
لانه صرنا عم نعرف هذا النظام. يعني المجازر التي اقترفها في الساحل السوري، المجازر التي اقترفها في السويداء، والمجازر التي اقترفها في صراعه واشتباكاته مع قسد. وهنالك تكتم من الطرفين، ومن قسد ومن نظام الجولاني على هذه المجازر. هذه الطبيعة الدموية العنفية الشرسة يعني تجعلنا أنه بمنتهى الأريحية نقول أنه وارد جدا أن يتم استهداف هذه الاعتصامات أو الحركة الاحتجاجية حتى ولو مرت بسلام. هذا لا يعني ولا ينفي صفة العنف والشراسة وجرائم الحرب عن هذا النظام، لأنه هذا النظام ضبط متلبسا في ارتكاب هذه المجازر في الساحل السوري وفي السويداء. هناك من يعتقد بأن سوريا تتجه نحو الإمارة اليوم، يعني تتم أسلمة المجتمع السوري بكل تفاصيله. هل توافق على ذلك؟ إلى حد بعيد نعم موافق على ذلك، متفق مع هذا التوجه، لأنه إدارة سوريا بلد متنوع، متعدد القوميات، متعدد الثقافات، متعدد الهويات. صار يحكم بمنطق الجماعة الإسلامية التي أرضيتها العقائدية السلفية الجهادية. إذا عدت إلى تفكيك الخطاب السلفي الجهادي ستجدين أن هذا الخطاب يكفر حتى السنة، مش بس المسيحيين أو الشيعة أو العلويين أو الدروز، لا، حتى السنة هذا الخطاب يكفرهم. فالبوصلة العقائدية والبوصلة الأيديولوجية لهذا النظام، لهذه الزمرة الحاكمة حاليا، هي في هذا المسار قلب المجتمع السوري، أو إدارة الدولة السورية بمنطق إدارة الجماعة الإسلامية، وتحويل سوريا يعني من دولة متعددة القوميات والهويات والأديان والأعراق إلى دولة تحكمها طغمة فاشية سلفية جهادية. أبسط ما يقال أنه يعني هذه الطغمة لن تحول سوريا إلى جنة للديمقراطية وللحريات، بالعكس تماما ستحولها إلى يعني ما حولته أفغانستان. جماعة طالبان والقاعدة ماذا حولت؟ ماذا فعلت في أفغانستان؟ السلوك الذي تنتهجه حكومة أحمد الشرع أو نظام الجولاني هو على هذا الدرب، على هذا المنوال وعلى هذا السياق. حتى ولو كان هنالك يعني كوابح إقليمية أو دولية أو مراقبة ستحول دون ذلك، لكن السعي الحثيث من الخطاب الإعلامي يتبدى ذلك جليا، من المؤثرين أو المنسجمين مع هذا النظام والداعمين لهذا النظام يظهر ذلك جليا، أنه الهدف يعني إعادة إنتاج نظام داعش ودولة داعش وإمارة داعش، لكن بصيغ أخرى، بأسماء أخرى تختلف أحيانا، لكنها في الأساس وفي المنهج نفس المنهج القاعدي الداعشي. خلينا ننتقل إلى الملف الإقليمي. يعني هل خسر الأكراد معركتهم في دمشق وفرصتهم في إيران؟ يعني هو هذا السؤال له شق داخلي، يعني محلي سوري وإقليمي. يعني خلينا في الجانب المحلي، بعدين نتجه إلى الجانب الإقليمي. شوفي، الأكراد ليست لديهم معركة مع دمشق، والأكراد لم يضعوا دمشق نصب أعينهم يعني فيما يتعلق بالسلطة، ورغم أن الكرد في يوم من الأيام حكموا دمشق على زمن الأيوبيين، حكموا دمشق يعني بنفس القدر تقريبا، يعني 60 إلى 70 سنة، بنفس القدر اللي حكموا
الأمويين، يعني 80 أو 90 سنة. وبالتالي الكرد في سوريا كانوا دائما مؤسسين يعني مثل العلويين، مثل الدروز، ساهموا في الثورات والانتفاضات على الانتداب الفرنسي. يعني في ثورة الشمال السوري معروفة بقدر ما ثورة الشيخ صالح العلي وثورة سلطان باشا الأطرش. وبالتالي المؤسسين الحقيقيين والفاعلين الأساسيين اللي نهضوا بسوريا، إذا بترجعي وبتعملي يعني تحري وبحث في الجينات سترين انه سوريا الحقيقيه، سوريا في فتره الانتداب، في فتره الاستقلال، هي حاصل جهود هذه المكونات السوريه، مضاف اليها المكون السني ايضا يعني، والمكون المسيحي. الكل اشتركوا في بناء سوريا، ومن ضمنهم الكرد. رغم تعرض الكرد للتمييز العنصري، للتمييز القومي، للقمع، يعني إنكار الهوية، لإنكار الثقافة، لإنكار اللغة، كل ما تعرضوا له الكرد، لكن الكرد لم يمارسوا العمل المسلح ضد دمشق، في حين أنه المكون السني أو بين مزدوجين ما يمثل المكون السني من جماعة الإخوان المسلمين والطليعة المقاتلة مارسوا العنف ضد دمشق. هذا في الستينات وفي نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات وبداية 2011 و2012. صحيح نظام الأسد يتحمل مسؤولية عسكرة الثورة أو الانتفاضة، سميها ما شئت، لكن لاحظي أنه الكرد لم ينخرطوا في العمل المسلح ضد نظام الأسد، والدروز لم ينخرطوا في العمل المسلح ضد دمشق مقصدي يعني، وليس نظام الأسد. لا الكرد، لا العلويين، لا حتى قطاعات واسعة من السنة لم يتمردوا على دمشق كدمشق، واعتبروها عاصمة لهم، تعبر عنهم، الحضن الجامع لكل السوريين، المركز الجامع لكل مكونات الشعب السوري. لكن الفصائل المتطرفة حتى من خاصرة دمشق، يعني من ريف دمشق، حاولوا الانقضاض عليها، بينما الكرد عبر التاريخ السوري من بداية الانتداب الفرنسي وحتى هذه اللحظة لم يرتكبوا أعمال عنف ضد دمشق أو ضد حلب أو ضد أي مدينة سورية. وبالتالي معركتهم ليست مع دمشق، معركتهم مع النظام الفاشل الذي كان يحكم دمشق، يحكم سوريا من دمشق، نظام البعث الأب، نظام البعث الابن، ونظام الجولاني. قسم من الكرد، جزء من الكرد متمثل في قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية أو حزب الاتحاد الديمقراطي، قسم من الكرد وصلوا إلى تفاهمات مع نظام الجولاني، لكن هل تعبر تلك التفاهمات عن الرغبة الكردية السورية ككل؟ قطعا لا. هل يعني ذلك استسلاما وإذعانا للكرد لنظام الجولاني؟ قولا واحدا لا. يعني وبالتالي يعني هذا التوصيف انه خسروا معركتهم، لا. معركة السوريين مش بس الكرد، معركة السوريين، معركة العلويين، معركة الدروز والمسيحيين وحتى السنة مع القمع والفاشية الدينية والفاشية الطائفية السنية حاليا، أعتقد أنه بدأت يعني ولن تنتهي إلا بسوريا ديمقراطية حرة مستقلة أبية تعكس كل طموحات مكونات الشعب السوري، ولا تنحاز لمكون سوري ضد آخر أو لفاشية طائفية دينية ضد مكونات
الشعب السوري. معركة السوريين يعني بدأت ضد نظام الأسد كنظام قمعي إرهابي فاشي، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بوصول سوريا إلى فجر الحرية الحقيقي بعد إسقاط أو إزالة أو إصلاح أو أي شيء سميه ما شئتي للنظام الحاكم في سوريا. فيما يتعلق بالشق الإيراني لا أعتقد ذلك. نعم، لا أعتقد ذلك، لأنه معركة الكرد أيضا مع النظام الإيراني حتى على زمن الشاه، حتى على يعني الكرد في إيران في 1946 أسسوا دولة استمرت 11 شهرا، دولة كردستان، جمهورية كردستان في مهابات كانت عاصمة هذه الدولة التي استمرت 11 شهرا لتفاهمات يعني وقت ذاك بين ستالين وكذا، أيضا تفاهمات دولية إقليمية. سقطت وانهارت هذه الدولة، ولم يخسر الكرد معركتهم، ولم ينهوا معركتهم بسقوط أو انهيار تلك الدويلة وقت ذاك، يعني في 47. هذه المعركة مستمرة إلى يومنا هذا، وهي معركة الكرد ومعركة الإيرانيين ككل، الأذريين والفرس والبلوش والعرب والكرد، لتحقيق نظام ديمقراطي يليق بالإيرانيين، يليق بإيران العريقة، إيران الحضارة والتاريخ والمذاهب والديانات المتنوعة. هذه معركة كل الإيرانيين. وعندما نقول إيران لا يعني أننا نقول الفرس، إيران هي إيران العرب وإيران الكرد وإيران الفرس وإيران الأذريين وباقي مكونات الشعب الإيراني. شيء يشبه سوريا، شيء يشبه تركيا والعراق، وكل بلد شرق أوسطي من البلدان التي ذكرتها هي نسخة مصغرة من الشرق الأوسط. خلينا نرجع شوي لأكثر المجلس الوطني الكردي والملف السوري. هل له أي ثقل أم أصبح هذا المجلس تماما خارج اللعبة؟ في تقديري لا، ما زال المجلس الوطني الكردي محافظا على وزنه وثقله السياسي. هذا المجلس هو امتداد للحركة الوطنية الكردية التي عبرت عن نفسها سنة 1957. أول كيان سياسي كردي تأسس في سوريا كان في 1957. حدثت انشقاقات كأي حزب، في يعني الحزب الشيوعي، الأحزاب الناصرية، حزب القومي السوري القومي الاجتماعي، حتى حزب البعث، يعني حدث فيه انشقاقات كثيرة. الحزب الكردي أيضا الذي تأسس في 57 تعرض لمجموعة من الانشقاقات، لكنه حافظ على نفسه باعتباره الممثل الشرعي لمطالب وحقوق الشعب الكردي في سوريا. هذا المجلس هو حاصل مجموعة من الأحزاب الكردية اللي أصلها وجذرها تلك الشجرة التي غرسها أو غرستها النخب الكردية في 57 سنة 1957. ما زال هذا الحزب ورغم كل المآزق، رغم كل الضغوطات من نظام حافظ الأسد، من نظام بشار أسد، ومن سلطة قسد، يعني تعرضوا إلى حالة من الإرهاب، إحراق مكاتب، اعتقالات، اغتيالات، قتل تحت التعذيب. ما تعرض له المجلس الوطني الكردي في ظل سلطة الإدارة الديمقراطية أو الإدارة الذاتية
يعني اللي تقودها قسد أو قادتها قسد أفظع بكثير مما تعرض له الحراك الوطني الكردي على زمن النظامين الأسدين السابقين. مقصدي من ذلك أنه المجلس الوطني الكردي ما زال محافظا على ثقله ووزنه رغم ما يعتري أداؤه من ارتباك وقلق ومن الكثير من الأسئلة والانتقادات التي يعني يوجهها الكثر لأداء المجلس الوطني الكردي، ومنهم أنا. يعني أنا أنتقد أداء هذا المجلس، لكنني أعول عليه باعتباره فصيلا أصيلا وليس وافدا من خارج الحدود، نفس قسد. يعني قسد البيئة العقائدية والأيديولوجية لقسد وافدة من تركيا، من حزب العمال الكردستاني، بينما البيئة الأيديولوجية للمجلس الوطني الكردي بيئة أصيلة سورية، وطنية سورية وقومية كردية في الإطار السوري. المجلس الوطني الكردي يعني بالنسبة لي تعبير مهم وتعبير أصيل عن الطموحات والمطالب والحقوق الكردية في سوريا سابقا وحاليا ولاحقا. أستاذ هوشناك، كتبك موجودة في دمشق اليوم؟ هل شاركت كتبك بمعرض الكتاب؟ لا أعلم إذا كانت الكتب شاركت في معرض الكتاب أم لا، لكن الدعوة وصلتني أنا يعني بشكل رسمي. كنت في القاهرة، كنت في معرض القاهرة للكتاب، ورفضت المشاركة في معرض دمشق، لأنه أنا على السياسيين بيروحوا هنيك وبيعملوا تفاهمات وبيعملوا هذا الأمر يعني منوط بهم، يعني أكرادا أو غير أكراد. السلوك السياسي بيحاول يفتح قنوات اتصال مع أي نظام، سواء كان نظام أسد أو نظام الجولاني، هذا موضوع آخر. لكن على الصعيد الثقافي أنا أرفض أي مساومة مع نظام ارتكب المجازر في حق العلويين، ارتكب المجازر في حق الدروز، ارتكب المجازر في حق السنة لما كان يحكم ادلب يعني. وبالتالي يعني شو فرق هذا النظام من نظام بشار؟ يعني لو اتتني الدعوه من نظام بشار الاسد كمان كنت راح ارفض. واصلا انا يعني من لما كنت في دمشق كنت اكتب ومعارض لنظام بشار الاسد، واكتب في الصحافه العربيه مقالات ناقده لهذا للنظام السابق يعني. وبالتالي انا رفضت المشاركه في معرض دمشق تحت رعاية وزير الطبق الكرامي أو وزير الثقافة طبق الكنافي. فرفضت كموقف أخلاقي وكموقف وطني وكموقف ثقافي. طبعا كتبي موجودة في دمشق لأنه الناشر يعني دار النشر مرخصة في دمشق، مش كأنه إنه مشاركة في نشاط. اللي يريدون اقتناء هذه الروايات او الكتب، كتب هوشناك في دمشق، بامكانهم ذلك. وجود كتبي في دمشق لا يعني انه انا دخلت في حاله من المساومه مع نظام الجولاني او شيء من هذا القبيل. لا، دمشق هي لنا، دمشق لنا للسوريين جميعا وليست لنظام الجولاني. دمشق للدمشقيين، دمشق للسوريين إلى يوم القيامة، مش لبني أمية أو لما ما بعرف شو يعني. طبيعي أن أنا سوري، أنا كاتب كردي سوري، طبيعي أن تكون كتبي موجودة في القامشلي وفي دمشق. مش من الطبيعي أنه ما تكون موجودة، لكن وجود الكتب لا يعني أنه صاحب الكتب صار نوع من التطبيع أو دخل في نوع من التطبيع مع نظام الجولاني.
إذا لم يعتذر هذا النظام للعلويين، إذا لم يعتذر للدروز، إذا لم يعتذر للكرد، إذا لم يعتذر للعرب السنة ضحايا هذا النظام، هذا إذا لم يعتذر ولم يعني يراجع سلوكه وينتقد نفسه ويصلح ما أفسده، لا يمكنني أن أدخل في حالة من التطبيع مع نظام فاشي اقترف الجرائم بحق كل مكونات الشعب السوري. هاتي لي مكون سوري ولم يتأذى من هذا النظام، ما في. كل مكونات الشعب السوري تأذت من نظام الجولاني، وبالتالي هذا هو يعني تفسيري لوجود الكتب اللي في دمشق. خوشانك، يعني بالختام إذا بدنا هيك بشكل مختصر توصف لنا المشهد الثقافي السوري اليوم. حضرتك كنت مقيم في دمشق واليوم بلا شك على اطلاع فيما يحدث. يؤسفني أنه المشهد الثقافي منقسم ومشهد بائس. يعني الذين كانوا ينتقدون نظام الأسد بسبب انعدام الحرية والحقوق والكرامة صاروا الآن يدافعون عن نظام الجولاني، ونظام الجولاني يقترف نفس ما اقترفه نظام بشار الأسد من إهانة لكرامة السوريين، اعتداء على حقوقهم الفردية والحقوق الجماعية الوطنية، يعني حقوق المكونات، حقوق المكون الدرزي، حقوق المكون العلوي، حقوق المكون الكردي أو الشعب الكردي. وبالتالي هؤلاء المثقفين اللي أنا بعرفهم وأغلبهم، يعني بعرف أغلبهم إما كانوا، يعني هذا يعني أنه كانوا كذابين، كانوا دجالين عندما كانوا يطرحون خطابا نازعا للحرية والعدالة والكرامة وينتقدون نظام بشار الأسد على سلوكياته. فهم الآن صم بكم عمي أمام جرائم ومجازر النظام الجولاني. ماذا يعني ذلك؟ يعني بؤس الثقافة، حضيض وانحطاط المثقف إلى الدرك أنه أن يدخل في مساومات وتسويات وتفاهمات تنعكس عليه بالإيجاب. يشوف له مثلا زاوية أو وظيفة في جريدة الثورة السورية أو في لسانة أو في التلفزيون السوري أو في الأخبارية، يعني لتحقيق مكاسب شخصية أنانية انتهازية، يتغافل عن آلام السوريين في ظل نظام الجولاني. شخص مثل الكاريكاتيريست يعني علي فرزات، يعني النفس الطائفي المقيت اللي بيشتغل فيه حاليا، يعني ينم انه هذا الخطاب الثقافي في انحدار نحو مستنقعات الطائفية، المستنقعات العنصرية، مستنقعات حتى الذكورية يعني. فبالتالي البؤس الثقافي يعبر عن نفسه انه واحد مثل موفق زيدان يأتي إلى مقرة حال الكتاب العرب وينظر ويخطب ويلقي محاضرة، ووحدة مثل فاتن فاتن رمضان صار تقدم على أنها مثقفة. من ضمن الذين حضروا، أنا شفت يعني من ضمن اللي حضروا اجتماع موفق زيدان مع حسن الدغيم مع رئيس اتحاد الكتاب العرب، كانت فاتن رمضان موجودة. يعني بأي صفة؟ يعني صار الموضوع عملية حشو، يعني جيبوا مين ما كان، شلون ما كان، في الإعلام موهوب مش موهوب، في الثقافة والكتابة موهوب ولا مش موهوب، احشروا هذه الأماكن بالأسماء وبالأجساد والتقطوا الصور وصدروا على أنه هذا سلوك ثقافي وسلوك تنويري وسلوك أدبي وإعلامي وما شابه ذلك. يعني لا يمكن للمشهد الثقافي في دمشق، المشهد الموالي لنظام الجولاني، أن يكون ناصعا
طالما نظام الجولاني نفسه ملطخ بدماء السوريين المثقفون الموالون لنظام الجولاني قولا واحدا، هم سدنة وهم محامو هذه الانتهاكات، هذه الجرائم التي اقترفها ويقترفها نظام الجولاني في حق السوريين. الموضوع مش دولة، الموضوع يعني البعض يقول دعونا نبني الدولة. لا تبتنى الدولة بهكذا عقليات سياسية، بهكذا عقليات ثقافية هي في الأصل تعبر عن البؤس الطائفي والحديد الطائفي والحديد العنصري القومي تجاه مكونات الشعب السوري. هذا هو المشهد الثقافي، وأتمنى أن أكون على خطأ يعني في هذا التقييم. شكرا جزيلا لك الشاعر والصحافي والروائي هوشناك أوسي على هذا اللقاء وهذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.